ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. أهلنا الملكي يستضيف سبهان الإيراني في لقاء الإياب عشية الثلاثاء الثاني من أكتوبر على استاد عبد الله الفيصل بجدة. لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي وسط مستوى مميز من أفراد الملكي الذي قدم أفضل مبارياته في الموسم الحالي، وما وجده الملكي من ثناء وإطراء من خلال وسائل الإعلام المحلية والخليجية والقارية. أتمنى ألا يسبب ذلك تخديرا لأفراد الملكي، فعلى الورق يتضح بأن الملكي هو الأقرب للفوز، ولكن كل ذلك يتلاشى في ملعب اللقاء. ويتوقع أن يلعب الملكي بتشكيلة مكونة من عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وكامل المر، وبلامينو، وكامل الموسى، ومنصور الحربي في خط الدفاع. وفي الوسط وليد بخشوي، ومعتز الموسى، وتيسير الجاسم، والأرجنتيني الكاتشي. وفي المقدمة البرازيلي فيكتور سيموس، والعماني عماد الحوسني. جميع المعطيات والدلائل والمؤشرات تؤكد بأن مفتاح الفوز الحقيقي للملكي يكمن في قوة حضور مجانينه وعشاقه الذي بلا شك سيملؤون استاد عبد الله الفيصل عشية اللقاء، وسيؤازرون ويشجعون الملكي إلى آخر ثانية من اللقاء، ويفرحون بإذن الله ببطاقة التأهل. كل الأمان القلبية بالتوفيق دوما لأهلنا الملكي، طاقم العمل يستودعونكم الله. إلى اللقاء.